مرحبا مشاهدينا، حياكم الله في قناتنا قناة إماراتي للشس. لا تنسون الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. معاكم اليوم سيري، راح نقدم لكم طبق مميز ولذيذ وهو عبارة عن سلطة الزبادي بالخضروات. نبدأ بالمقادير. في طبق التقديم حطينا 5 علب من الزبادي، كل علبة وزنها 170 جرام، وطبعا كمية الزبادي حسب عدد أشخاص الموجودين في البيت. نضيف اللبن الطازج. هني ضفت لبن علبة واحدة وزنها 180 ملي ويكون ثقيل نوعا ما، ونخلط المقادير مع بعض حتى نحصل على قوام متجانس. استمر في الخلط. طبعا جميع المقادير تحصلونها في صندوق الوصف بالتفاصيل. نبدأ الحين بإضافة البهارات المطحونة. أول شيء ضفت الكمون المطحون، ومن كل نوع نضيف ربع ملعقة شاي. بعدين ضفنا الفلفل الأسود المطحون، ونضيف الملح. طبعا الملح حسب الرغبة. نضيف الفلفل الأحمر الحار اللي هو بودرة التشيلي، ونخلط المقادير مع بعض مع خليط الزبادي واللبن. وكمية البهارات طبعا تعتمد على ذوق الأشخاص. استمر في الخلط. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه. ما يمنع أن نتذوق بين فترة وفترة. الحين نبدأ بإضافة الخضروات. هني ضفت نصف حبة طماطم كبيرة مقطعة لمكعبات صغيرة، ونضيف الفلفل الأخضر الحار مقطع لمكعبات، وممكن إضافة الفلفل الأخضر البارد. هني أضفنا البصل المقطع مكعبات صغيرة، حوالي ملعقة طعام مليانة. نضيف الكزبرة المفرومة، أضفت ملعقتين طعام مليانات، وعدد 2 خيار مبشورين، يفضل يكون حجم صغير. نحرك الحين المقادير مع بعض. وطبعا مثل ما قلنا في البهارات، نقول هني في الخضروات ممكن زيادة الكمية حسب كمية الزبادي اللي عندنا وعدد الأشخاص. نخلط المقادير جيدا. ولا ننسى عصير الليمون. هني أضفت حوالي نصف عصير ليمونة. نضيف الحين ربع كوب من المتاي، هو معروف عند أهل البحرين وممكن في الهند، يعطي طعم مميز للسلطة هذه. نخلط مع بعض كل المقادير. وآخر إضافة واللي هي مميزة في سلطتنا اليوم، أضفت حوالي ربع كوب من البطاطس عمان، يكون مفتت لقطع صغيرة، وممكن إضافة أي شيبس سبايسي أنتوا تحبونه. هني سلطتنا أصبحت جاهزة للتقديم، واستمتعوا بألذ طعم. هذه النوع من السلطات ممكن يقدم إلى جانب المكبوس أو البرياني، تكون لذيذة في الطعم. لا تنسون الدعم واللايكات وتعليقاتكم الجميلة، وعليكم بألف عافية. شوفكم في وصفات جديدة.